بصوا يا جماعه، منظر السكيت بقى عامل ازاي؟ يعني بقاله اكتر من سنه مركون على وضعه كده، ولا جيت جنبه. يعني ما شاء الله. بصوا ايه اللي حصل بقى، وليه بطلت سكيت، وليه السكيت وصل للمنظر ده. هتعرفوا كل ده في الفيديو النهارده ان شاء الله. فتعالوا كده بسم الله نبدا مع بعض. ليه بطلت سكيت؟ ليه بطلت سكيت بعد كل الشغف اللي كان موجود، وبعد الحماس اللي كان عندي، وكمان بعد ما كنت حضرت سلسله فيديوهات لتعليم السكيت من البدايه لحد الاحتراف، وكمان بعد ما كنت ناوي اجمع فريق من محترفين السكيت ونعمل فيديوهات عن كل حاجه في السكيت وكل تفصيله في السكيت. بعد كل اللي انا قلته ده فجاه وبدون مقدمات بطلت سكيت. طب ليه؟ ده السؤال اللي انا هجاوب عنه النهارده. فلو انت ناوي تجيب سكيت جديد او عندك سكيت فاسمع الفيديو ده لانه هيفيدك، وهقول لك على حاجات خد بالك منها علشان ما تقعش فيها زي ما انا وقعت فيها وغيري كتير وقعوا في نفس الحاجه دي. هو انا ليه اصلا اتعلمت السكيت؟ مش هبدا القصه من الاول علشان القصه طويله، فهجيلك من بدايه انا ليه اتعلمت سكيت. الفكره كلها ان انا بدات نوعيه فيديوهات بتعلم الحاجات واشارك التجربه مع الناس، واتعلمت ان انا احل مكعب الروبيك، واتعلمت لعبه دارتس، واتعلمت كذا حاجه تانية، وفجاه ظهر قدامي السكيت. في الطبيعي ان انا بتعلم الحاجه واعمل فيديو بحكي فيه التجربه وانزل الفيديو وشكرا، مهمه الحاجه دي بالنسبه لي خلصت، فبدور على غيرها واخش على الحاجه اللي بعديها وخلاص اتعلمت الحاجه، ودي بقت من ضمن الحاجات اللي اتعلمتها. دي كانت طبيعه الفيديوهات. لكن جيت عند السكيت الموضوع اختلف تماما، وانا بتعلم سكيت واجهت صعوبه كبيره جدا علشان اتعلمه. فلما اتعلمته حسيت بحاجه مختلفه. السكيت مش زيه زي اي لعبه، السكيت بيديك احساس مختلف خالص عن اي لعبه تانية. فالموضوع باختصار ان انا بعمل نوعيه فيديوهات بتعلم حاجات واشارك التجربه مع الناس. بس جيت عند السكيت وحبيت السكيت، وهو ده اللي خلاني فضلت مكمل فيه شويه. انا لما لعبت السكيت حبيته ففضلت مكمل شويه، وكمان بدات الاحظ ان في ناس كتير جدا عايزه تتعلم سكيت، فده شجعني ان انا اعمل سلسله فيديوهات اعلم فيها الناس كل حاجه عن السكيت. يعني بمعنى تاني انا محتاج اتعلم الحاجه وابقى محترف فيها، وبعدين اطلع اقول هي بتتعمل بالطريقه دي. فالموضوع مش سهل، لان انا ممكن اخد وقت كبير جدا عشان اتعلم حركه معينه علشان اقدر ان انا اطلعها للناس واقول اعمل الحركه بالطريقه الفلانيه، غير الصعوبات اللي ممكن تواجهني في تعلم الحاجه دي. لحد كده كله تمام، لكن للاسف حصل واكتشفت حاجات ما كنتش متوقعها. اكتشفت ان السكيت على قد ما هو ممتع على قد ما هو خطر، واكتشفت قدام ان في عقبات كتير جدا قدامي علشان ان انا اكمل في الطريق ده. فانا هقول لك على الحاجات اللي ظهرت قدامي دي علشان تاخد بالك منها، ولو الكلام اللي هقوله ده بينطبق عليك فخد بالك علشان ما تقعش في نفس المشكله اللي احنا وقعنا فيها. اول مشكله قابلتني وهي الاماكن. عادي جدا لما تيجي تتعلم سكيت تبدا تتعلم في مكان صغير عادي، فلما بتتعلم سكيت عايز ان انت تنطلق بقى وتجري وتروح اماكن والحاجات دي. في البلد اللي انا قاعد فيها مفيش مكان مخصص للعبه السكيت، مفيش نادي ولا في ملاعب ولا في اماكن مخصصه للعب السكيت. وطبعا هيجي واحد يقول لي طب ما تنزل تلعب في الشارع، ما كل الناس بتلعب في الشارع. هقول لك ان دي اخطر حاجه ممكن تعملها لو انت بتلعب سكيت، ان انت تنزل تلعب على الاسفلت، وخصوصا لو انت لسه بتتعلم سكيت او لسه في مستوى مبتدئ في السكيت. فالاماكن دي اول مشكله قابلتني سواء في التعليم او في التصوير. اللي شاف الفيديو هيعرف ان انا صورت في مركز شباب وهو مش مخصص للعبه السكيت، مفيش غير طرقه صغيره، والطرقه دي مليانه ناس رايحه جايه، ومش هينفع ان انت تتعلم سكيت فيها غير في اوقات معينه، وكمان المكان مش مهيأ لده، ولو حصل ووقعت في المكان ده هتتبهدل وهتتعور جامد. صراحه موضوع المكان ده خد مني وقت كبير جدا عبال ما ادور على الحل، وللاسف ما لقيتش حل. فكرت ان انا اتحرك او اروح مكان تاني، بس الموضوع بالنسبه لي هيبقى مرهق وهياخد وقت كبير، فعلشان كده ما عرفتش ان انا اتحرك. المشكله التانيه اللي لازم تاخد بالك منها وهي الامان. دلوقتي انت بتلعب لعبه، لو وقعت وانت بتلعب سكيت هتتبهدل. فين وسائل الامان يا جماعه؟ المفروض ان احنا نلبس وسائل الامان واحنا بنلعب سكيت، زي الخوذه والكوع والامان على الركبه. واحد هيقول لي طب ليه ما تجيبش وسائل الامان وتلعب؟ طب ما الموضوع سهل. هقول لك في مشكلتين واجهوني علشان اجيب الحاجات دي. اول مشكله ان وسائل الامان الصح اللي هتحميك غاليه جدا، فوسائل الامان اللي سعرها رخيص دي مش هتحميك ولا هتعمل اي حاجه. فبالتالي علشان تجيب حاجه تحميك فعلا دي محتاجه ميزانيه يمكن تتعدى ثمن السكيت. دي بالنسبه لي كانت مشكله، ومش هقدر اجيب وسائل الامان لان سعرها غالي وعايزه ميزانيه وقصه تانية. دي المشكله الاولى. فين المشكله الثانيه؟ المشكله الثانيه وهي الثقافه بتاعتنا. لو حد لبس وسائل الامان ونزل يلعب بيها هيقولوا عليه جبان وما بيعرفش يلعب. ليه؟ ما هو بيخاف يا عم لا يقع ولا حاجه. يا حبيبي انت حتى لو محترف لازم تلبس وسائل الامان. وفي ناس كتير جدا اتضرت وهي بتلعب سكيت مع انها محترفه جدا، عامل زي سواقه العربيات كده، الموضوع مالوش كبير. فانت بالنسبه لك لو لسه هتجيب سكيت هات السكيت وهات معاه وسائل الامان علشان خاطر تحمي نفسك من اي ضرر ممكن يحصل لا قدر
قدر الله وانت بتلعب سكيت. وانا لو عرفت اوصل لحد بيبيع وسائل الامان الاصليه هحط لكم اللينك في الوصف. المشكله اللي بعد كده خاصه بيا انا، اي حد هيلعب سكيت لازم يكون اللياقه بتاعته عاليه، والكلام ده مش موجود عندي. فانا اكتشفت لما بدات العب سكيت ان انا عندي مشكله في اللياقه، وعلشان اعلي مستوايا في لعبه السكيت لازم اعلي مستوى اللياقه عندي. فانا بقول الموضوع ده بصراحه علشان لو انت اللياقه عندك قليله، لا علي مستواك في اللياقه الاول، وده هيساعدك جدا في لعبه السكيت. المشكله اللي بعد كده وهي التشجيع. في العموم لو انت بتلعب اي لعبه لو مش ليك حد صاحبك بيشجعك عليها كتير جدا هتكسل ان انت تكمل فيها. واكبر مثال على كده الجيم. لو انت بتروح الجيم لوحدك مش زي ما انت بيكون معاك واحد صاحبك بيشجعك ان انت تروح. اي لعبه او اي رياضه بتلعبها بتحتاج حد يشجعك فيها. للاسف الكلام ده ما كانش موجود عندي، والسبب الاكبر في كده ان تقريبا كل اللي بيلعبوا سكيت في البلد اللي انا فيها كلهم سنهم صغير. وطبعا علشان الاقي حد في سني بيلعب سكيت وابدا انزل معاه الموضوع مش سهل يعني. فانت لازم تاخد بالك لو ليك حد صاحبك بيلعب سكيت وهتشجعوا بعض ان انتوا تكملوا، فده هيبقى 100 100 بالنسبه لك. لعبه السكيت مش لعبه فرديه زي ما الناس فاكره، فانت محتاج حد يشجعك على لعبه السكيت. فده لو مش موجود خد بالك علشان ده ممكن يخليك تبطل سكيت. فما كانش في سبب يشجعني ان انا انزل غير ان انا عايز اتعلم سكيت، وكمان علشان اعمل فيديوهات واشارك معاكم كل حاجه بتعلمها في السكيت. كل الكلام اللي انا قلته ده ما كانش عندي ادنى مشكله فيه ان انا اكمل وافضل مكمل في السكيت واطور نفسي في المستوى واعمل الفيديوهات اللي انا مجهزها، وما كانش عندي اي مشكله خالص في الكلام اللي انا قلته ده. طيب ليه بطلت سكيت بعد كل ده؟ كل الحاجات اللي فاتت دي كانت من ضمن الاسباب الرئيسيه اللي خلتني افكر ان ابطل سكيت. لكن وانا بلعب سكيت في يوم حصل حاجه هي اللي خلتني اوقف سكيت. وقعت بالسكيت وايدي دي اتكسرت، ولما ايدي اتكسرت صراحه الموضوع اتغير تماما. والسبب في كده ان كل حاجه بعملها اتعطلت. وزي ما قلت لك في اول الفيديو السكيت بالنسبه لي كان تجربه، وبعديها هدخل في تجارب تانية. كنت شغال على تجربه ان انا اطول النفس وان انا اكتم نفسي لاطول فتره ممكنه، ووصلت اني كسرت اكتر من 3 دقايق، وكان الهدف ان انا اوصل 4 دقايق. انا بعد ما وقعت انا عايز اقول لك ان جسمي عمل ريستارت، يعني كنت بكسر ال3 دقايق بقيت مش عارف اجيب الدقيقه بسبب الوقعه اللي وقعتها. فده خلاني اعيد تفكيري في السكيت. بعدها فعلا ما بقتش قادر اكمل، وما بقتش عارف البس السكيت. حس ان بقى عندي فوبيا من ناحيه السكيت ان انا ابدا انزل والعب واكمل تمرينات واعمل كل اللي انا قلت عليه ده. هيجي واحد يقول لي يا عم طب ما كل الناس بتقع وعادي وبيكملوا والموضوع ما فيهوش مشكله. طبعا ده كلام منطقي جدا، لكن المشكله زي ما بقول لك ان لما وقعت وايدي اتكسرت كل حاجه بعملها تعطلت. يعني شغلي وقف، حتى الحاجات اللي بتدرب عليها الفيديوهات تانية باظت ورجعت للاول. فحسيت ان خطوره لعبه السكيت كبيره لدرجه ان هي ممكن توقف لك كل حاجه. فده اللي خلاني ركنت السكيت. حتى نوعيه الفيديوهات اتغيرت والدنيا اتلخبطت ووقفت جامد، مش عارف ابدا منين تاني صراحه. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، هل هكمل في السكيت ولا لا؟ انا عايز اقول لك ان لحد دلوقتي انا مش عارف اجاوب على السؤال ده، لان حسيت ان ارتباطي بلعبه السكيت اكبر من ان انا اجاوب عليه باه او لا. كنت مخطط لموضوع السكيت ده لمسافه بعيده جدا، يعني كنت ناوي اجرب كل انواع السكيت، وكنت ناوي اعمل سلسله فيديوهات كامله مكمله عن كل حاجه تخص السكيت، وكنت ناوي اعمل فريق كامل نعمل حاجات جديده في السكيت ونعمل استعراضات ونعمل حاجات كبيره جدا في السكيت. مش معقوله بعد كل التخطيط اللي انا كنت حاطه ده في ثانيه كل ده هيروح وكانه مكان. طبعا مش بالسهوله دي. انا ركنت السكيت بس ما جاوبتش على السؤال ده، فلحد الان انا ما اعرفش انا مكمل ولا لا. لكن في كام حاجه كده لو حصلت ممكن فعلا تشجعني ان انا ارجع للسكيت تاني. اول حاجه ان انا بفكر انقل من المنطقه اللي انا فيها واروح مكان يكون متاح فيه مش بس لعبه السكيت، لا حاجات تانية كتير عايز اجربها ومش موجوده في المكان اللي انا فيها، لان الموضوع مش واقف بس على السكيت. وكمان عندي حلول تانية ان انا اعمل فيديوهات التعليم والشرح دي بالاستعانة بناس بتعرف تلعب، ونتعاون مع بعض ونعمل فيديوهات نعلم فيها الناس بالاسلوب اللي انا كنت عملت بيه الفيديو واشرح الموضوع بشكل تفصيلي. بس الموضوع ده متوقف على ان انا الاقي تفاعل على الفيديوهات اللي انا بعملها عن السكيت دي، وفعلا لو لقيت تفاعل حلو على الفيديو ده او فيديوهات السكيت عموما ده هيشجعني ان انا اخد خطوة من الخطوات اللي قلت عليها وابدا ارجع للسكيت تاني، بس لما اعالج المشاكل اللي قلت عليها علشان ما يحصلش اي حاجة لا قدر الله توقفني تاني. ولو انت ركزت في الكلام هتاخد بالك ان قلت لك ان نوعيه الفيديوهات بتاعتي بتعلم حاجات واشارك التجربه معاكم. حلو الكلام. فانا ناوي ان شاء الله اكمل في نوعيه الفيديوهات دي، فلو في افكار او حاجه عايزين نجربها اكتبوها في التعليقات. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو، واستنوني في فيديوهات تانية كتير. يلا سلام. حد خد باله من دي؟